عمرك سألت نفسك حاجة زي شات جي بي تي وغيرها من الاي اي اتعلمت ازاي؟ تعرف كمان ان هي اتدربت زي الانسان ما بيتدرب او بنفس طريقة تدريب الانسان بحاجة اسمها reinforcement learning. فكرة في reinforcement learning انك ببساطة تحاول تدخل على حاجة انت مش عارفها، زي مثلا لو بتلعب شطرنج بس عمرك في حياتك ما شفت الشطرنج ده قبل كده. ببساطة لو افترضنا ان في حد قدامك بيصحح لك الخطوات بتاعتك، اول حاجة هتجرب اي حاجة، طلعت غلط هتعيد تاني وتدي احتمال مختلف، طلعت غلط هتعيد تالت وتدي احتمال مختلف، وهكذا مليارات المرات. دي بالظبط الطريقة اللي اتدرب بيها شات جي بي تي وغيرها مليارات او تريليونات من العمليات بنفس الطريقة. يجرب كذا ياخد مكافأة لو كان تمام، يجرب كذا ياخد عقاب لو كان مش تمام. طبعا بيتعاقب بان هو زي نقط كده بتنزل منه. المهم دي طريقة تدريب ان هو يتدرب بطريقة لوحده، يعني يحاول ان هو يفهم الداتا او يتعلم من الحاجات او الحاجات اللي بياخدها بشكل عام لوحده، بدون ما نبقى واقفين قدامه كل شويه اتعلم كذا، او حاول شوف لنا مثلا لو عايزين نخليه يفرق ما بين صوره قطه وكلب، دول قطط صور القطط ودول صور الكلاب، واقعد شوفهم واتدرب عليهم، وبعد كده اوري له حاجه مش موجوده في اللي شافه قبل كده يقعد يخمن، والقصص دي كلها انا اللي بعمل العمليه دي. لا، في الرينفورسمنت ليرنينج الموضوع مختلف، ان انت بدل ما تقعد تعلمه انت بنفسك، هو اللي بيقعد يعيش حياته، وفي حاجه بتاكد له كلامك صح او كلامك غلط، او الكونتكست ده ممكن يتعدل بشكل احسن من الشكل التاني. اتمنى الفيديو يكون ادالك معلومه جديده مفيده تحاول تخليك تشوف الاي اي بنظره مختلفه بفهم اكتر. ما تنساش تشوف الفيديوهات بتاعتنا، وما تنساش تشترك في المجتمع على التليجرام وعلى واتساب. مستنيك هناك. شكرا ليك.